يا نور الهلال أقبل تعال، فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا. نغفر زلا نوصل أهلا، لأن رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمعنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على افضل الخلق سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. كل سنة وانتم طيبين، رمضان مبارك عليكم بإذن الله يا رب. ربنا يجعله شهر طاعة وعبادة، ويتقبل منكم صالح الأعمال، ويجعل لكم من كل دعاء استجابة بإذن الله. طبعا احنا داخلين على شهر مبارك، ربنا يتقبل منا صالح الأعمال يا رب. بس في بعض الناس مش محتاجة ان هي تصوم عن اكل وشرب وبس، محتاجين ان هم يصوموا عن النفاق والحقد والغل والشر والاذى وكسر الخاطر قبل ما يصوموا عن الاكل والشرب. فرمضان يعني مش صيام اكل وشرب بس، صيام عن حاجات كتير جدا جدا جدا. المهم بقى كده عشان ما اطولش عليكم، اليوم دوت كنت انا هحط الفرش الرمضاني، وهحط الزينه كده اهو، وهحط عقد النور وكده، وهظبط الدنيا. فانا كنت جايبه 3 متر قماش، من القماش دوت كنت مختاره اللون الازرق او الازرق يعني في لبني، عشان خاطر لايق يعني مع الركنه اكتر. فانا جبت القماش طبقته على نصين، ورحت مظبطه على قد الركنه، وبعد كده ابتديت اقص. حاولت على قد ما اقدر احافظ على القماش عشان خاطر ما يهدرش مني ويقعد قماش كتير. الكلام ده كله انا عملته قبل ما امسح الشقه. طبعا انا عامله معاكم تنظيفات رمضان، تنظيفات عميقه وكل حاجه، فالشقه عندي الحمد لله زي الفل. بس انا بقى شلت الحافظات ورحت غسلتها كده كده في الغساله، روحين دي وعصرتهم، والسجاد طلعته بره يتهوى وكده اهو، ودلقت ميه بكلور وغسلت الارضيه كده، ورحت بعد كده فرشه كل حاجه تاني. عملت بقى كل حاجه على نظافه. فطبعا انا قبل ما امسح كنت حاطه القماش عشان اقصه، لاني بصراحه مستعجله. يعني انا كنت هقص الحاجات دي كلها واعمل الحاجات دي كلها بعد طبعا ما امسح. قلت لا، انا هقص الاول لاني بصراحه كنت فرحانه. المهم حطيت كده قد مقاس الركنه وقصيت، كان الموضوع معايا سهل جدا. جيت لقيت فايض معايا قماش كتير، فقلت خلاص اعمل حاجه على الظهر بتاع الركنه كمان. فحطيت القماش كده اهو وبصيت عليه وقلت ايه، يعني ما كل حاجه لازم تحطيها وتفكري لها انت هتعمليها ازاي عشان ما تهدريش في قماش ولا تبهدلي الدنيا. فقلت اعمل بدوران، اقص القماش بدوران. بس لقيت الشكل السامبوكس ده، فقلت لا انا هعمله ايه، الشكل الهرمي دوت، وهقصه على النظام دوت. فتخلي بالك جدا وانتي بتقصي، واحده واحده، وتبصي الاول هتشوفي هتقصي منين وتظبطي ازاي. فانا مشيت على الخط بتاع الرسمه لغايه ما طلعت الشكل مظبوط. عشان هتقصي بالشكل دوت لازم تقصي على ترابيزه، حاجه تكون متساويه خالص كده، عشان خاطر تعرفي تقصي وعلى مهلك خالص، وتظبطي واحده واحده عشان النتيجه ايه تطلع حلوه. المهم بعد ما قصيت القماش لميته بقى وشلته، ورحت حطيت ميه وكلور. بس انا بدعكتش بقى ولا عملت شغل جامد، لا حطيت كلوروكس الوان، لان بصراحه بيعقم وينضف. وانا الحمد لله كان عندي تحت الانتريه زي الفل، فده كان تحت الانتريه كده. حطيت طبعا ميه وكلوروكس الالوان وبالمقشه وايه، وبعد كده حطيت ميه نظيفه ومسحت بالمساحه. وهنا حركة المفرش دي انا كنت اول مرة يعني اعملها. انا كنت بمسح بالشرشوبة، فجيت رحت حاطة المفرش ده وعملت بالمساحة اثناء التصوير. بس ورا التصوير كنت يعني بمسح يعني بايديا بالمفرش دوت. فبصراحة حسيت انه لمع على الارض اكتر، فعجبني قوي. مسكت كده بقى تحت الانتريه وكل مكان مسحته. انا كنت عايزه احس ان انا ايه، مش هروق بقى بس كده وخلاص وافرش، لا انا كنت عايزه ان انا ادلق ميه. بحس الشقه لما بدلق فيها ميه وبمسح بحس ان هي بتاخد نفس كده اهو.
فمسكت بقى كده فوطه مكان ايدين الولاد بس في العمود ده عشان ابيض فبيوسخ بسرعه، ميه وكلوروكس برضو الوان حبه حبه يعني بساط خالص كده صغيرين. وابتديت بقى ايه امسح مكان ايدين الولاد لغايه ما نضفت المكان خالص، وابتديت افرش. لما فرشت انا مصورتش معاكم وقت الفرش لاني محبتش الفيديو يكون طويل. وده عقد النور بتاعي ايه، انا دلوقتي طلعته عشان هحطه في الجزء دوت. انا طبعا ايه بعد ما هويت السجاد فرشت السجاد بعد ما الارض ما نشفت، والحفظات كانت الحفظه بتاعه الركنه هي اللي نشفت وبتاعه الانتريه ما كانتش نشفت يعني. وقلت خلاص رحت علقت عقد النور كده اهو، وبالشكل اللي انتوا شايفينه ده عجبني جدا. وكان عندي الاشكال دي كان عندي منهم من كل شكل 2، فجبت الدبل فيس وقلت بقى ايه احط فيهم دبل فيس والزقهم في العمود اللي جنب كنبه الانتريه دي. بس الدبل فيس معرفش ما بيلزقش في القماش ولا ايه، انا اول مره اجربه مع ان الدبل فيس ده يعني حلو. فكل ما احط الدبل فيس مش راضي يلزق، احط مش راضي يلزق اصلا، فمش عارفه اعمل ايه. واللي لزقت شويه جيت احطها بقى على الحيطه لقيتها بتقع مش لازقه برضو على الحيطه، فاستغربتها بصراحه. فهو تقريبا ما بيلزقش في القماش مش عارفه، بس زي ما هتشوفوا كده انا حطيته وحاولت ان انا الزق فيه الزقه كويس، مرضيش يلزق خالص، رغم ان انا كل واحده كنت بحط فيها 2 3 زي ما انتوا شايفين كده وبحطه على الحيطه يروح واقع. يعني ده لسه مسك كده نفسه وبعد كده راح وقع، فقلت خلاص احطه فين مكان العلقه بتاعته دي، مكان علقه، فقلت احطه في الحته الخفيفه دي. لسه حطيته كده اهو برضو نفس الحكايه، الفانوس وقع. تقريبا الفانوس وزنه تقيل شويه تقريبا يعني، مش عارفه لان هو اللي كان كل مره يقع. بالنسبه للنجمه النجمه قعدت يعني حبه المكان. ده شريط برضو كان عندي من السنه اللي فاتت، والنجوم والفوانيس برضو كانت من السنه اللي فاتت. المهم ايه رحت عاملاه برضو بالدبل فيس لزق تقريبا ده عشان خفيف فمش عارفه، فقلت كده ظبطه وعملته بالشكل ده. كان عاجبني جدا الشكل ده حلو قوي 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 بصراحه. والباقي الحاجه بقى عملتها ايه في المفصلات بتاعه النيش، حطيتها فيه كده اهو وعلقتها فيه من غير دبل فيس ولا اي حاجه، مسكت بقى وكان بصراحه شكلها حلو. المهم بقى كده بعد كده رحت جايبه المفرش الفرو دوت، بس هو لونه كشمير بس هو مش باين هنا عشان الاضاءه. وجبت الطبق بتاعي دوت والزهريه الحلوه دي والولد المؤدب دوت ودول فوانيس بتاعه الولاد. انا ما جبتش الولاد فوانيس السنه دي، بس ايه بقى ده الفوانيس اللي هي حافظه للمصاصه. ودي طمطم بتاعه تسابيح جايبينها لها في عيد ميلادها من كام يوم يعني كان عيد ميلادها، وحاطط لها وراها كده الفانوس من الفوانيس الحمرا دي عشان خاطر ايه تبقى قاعده كده ومظبوطه كده. وكنت خلاص بقى ايه زي ما قلت لكم خلصت، فروحت جايبه بقى الفرش بتاعي ورحت بقى ايه حطاه كده اهو، عملته نظام بياضات يعني. وانتي بتقصي القماش حاولي ان انتي لو في رسمه معينه تحاولي ان انتي ما تقصيش فيها وخلاص، لا حاولي ان انتي على قد ما تقدري تخرجي الرسمه زي ما هي يعني كامله. ولما قصيت برضو الجزء ده لوحده قصيته برضو نفس الحكايه، السمبوكسه فوق والخط الطويل دوت من تحت، نفس الشكل اللي في الركنه من هنا نفس الشكل الناحيه التانية. وانا كنت فاكره نفسي بصور الجزء الاولاني بصراحه بتاع الركنه من ورا، بس طلع الموبايل ما بيصورش. والمهم دي الحته اللي انا قصيتها عملتها سبعات كان شكله حلو قوي. والجزء اللي انا بحطه ده كان خلاص الجزء اللي هو اللبني ده خلص، فحطيت الجزء التاني اللي هو لونه كحلي شويه. فقلت بقى عشان اللون كده اكسره ما حطيتش اي حاجه زرقاء تاني، فحطيت الكوشن يكون الناحيه الرمادي بس بصراحه انا حسيت في الاخر اني كنت المفروض شلت الكوشنات دي خالص، من غير الكوشنات شكلها احلى. بس انا قلت ايه عشان اللي يجي يقعد وكده ومحتاج واحده يسند عليها يعني وكده. فالمهم ايه وكان عندي الخداديات دي قديمه بوجي، وكان عندي واحده طمطم والله بس مش لاقياها. وعقد النور حطيته برضو فوق هنا لونه حلو قوي. التاني كان لونه اصفر وده لونه ده الوان. كنت انا بصراحه ناويه احطه ايه على الستاره لفوق، بس لقيته ان هو مش هيبقى باين هنا عشان هو عقد نور صغير، فكنت ناويه احطه على الستاره هنا فلقيته مش هيبقى باين كده. كنت طفيت الاضاءه خليت الاضاءه خفيفه، وزي ما انتوا شايفين بقى ايه ده الشكل كده بعد ما خلصت وشكل الشقه. طبعا التنظيفات العميقه اللي احنا عملناها ظبطت معانا الدنيا، مخلتناش نتعب، خلتنا نعمل الحاجه واحنا مرتاحين. في خلال ساعه او 2 بالكتير كنت خلصت الشقه، ما خدتش فيها وقت خالص. ده كله بسبب
الروتينات اللي ايه التنظيفات العميقة. والفانوس ده حطيته هنا، وهنا شلت الفانوس اللي تحت العروسة تحت طمطم، وحطيت الهلال، وحطيت الطبق كده، وكان شكله حلو جدا جدا جدا. ما عنديش بقى فوانيس بتنور كده ولا اي حاجة، بس انا اكتفيت بالشكل دوت. وحطيت منظم الرمود عشان دي حاجة مهمة، عشان الرمود يعني ما يضحش. وبكده كنت عملت معاكم الفيديو بتاع النهاردة. طبعا الحافظة هتنشف وهحطها فوق السجادة دي عشان الولاد ما يبهدلوهاش. اتمنى فيديو النهاردة يعجبكم. ما تنسونيش بأهم حاجة دعوة حلوة في الأيام المفترجة اللي احنا فيها. والله بدعي لكل الناس، ربنا يرزق كل مشتاق، ربنا يكرم كل محتاج يا رب العالمين، ربنا يصلح حال شباب الأمة الإسلامية بإذن الله يا رب العالمين. ادعوا كتير، أيام مفترجة، ربنا يتقبل دعائنا وصالح أعمالنا، ربنا يتقبل دعائنا وصلاتنا وصيامنا يا رب العالمين، وربنا يجعله كله في ميزان حسناتنا بإذن الله. تاني حاجة طالباها منك، ما تنسيش اللايك للفيديو والاشتراك في القناة عشان قناتي تكبر بيكم بإذن الله. هنا الجزء التاني دوت حطيته برضو كده على البف ده. بصراحة كنت ناوية اخرج جزء كده احطه على ترابيزة الركنة، مفرش يعني، احطه، بس ما طلعش يعني معايا جزء كده اعمله مفرش، فقلت خلاص احط المفرش اللي هو الايه الفرو ده اول مرة احطه معاكم. وده منظر الشقة كده من بعيد، بجد كان اليوم مبهج جدا جدا جدا. وكمان علقنا نور بره في الشارع، علقت عقد نور تالت كنت جايباه جديد، وفي فانوس كده جوزي جابهولي فحطيته برضو بره، كان شكله جميل جدا. بصراحة بهجة رمضان وأيام رمضان والنور والحاجات دي كلها بترجعنا كده الأيام زمان كأننا لسه صغيرين، وبتعمل لنا كده مود حلو قوي في الشقة. ده فانوس، ده الفانوس اللي أنا حطيته برضو بره، يعني هو مش كبير قوي ومش صغير قوي، يعني وسط كده، بس بصراحة شكله حلو جدا. جوزي هو اللي حط اللمبة الليد دي بالسلك وحطيناها بره. وده برضو عقد النور اللي برضو حطيته بره. فبصراحة كان الجو حلو جدا. كل سنة وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمة الله.